إطار مغربي مرشح لقيادة فريق أوروبي بارز. في التفاصيل، بات الإطار الوطني المغربي عصام مشرعي على أعتاب تجربة تدريبية جديدة مع النادي الأوروبي، حيث أفادت الصحيفة أن إدارة النادي الرز اسكتلندي تدرس تكليفه بقيادة الفريق الأول، ويأتي هذا التوجه في ظل تقرير عن اقتراب إقالة المدرب الحالي فيليب كليمنت دون تأكيد رسمي بعده. وأوضحت الصحيفة أن الشرعي الذي يشغل حاليا منصب مدرب المساعد قد يمنح فرصة تولي مسؤولية مؤقتة خلال المباريات المقبلة في الدوري الاسكتلندي كخطوة انتقالية قبل اختيار المدرب الدائم. ويعكس هذا القرار تراجع نتائج رينجرز مؤخرا بعد انطلاقات قوية في الموسم، لسما مع تألق النجم المغربي حمزة إيجامان في الدوري والدوري أبطال أوروبا. وأشارت المصادر إلى أن خبرة الشرعي الذي قاد المنتخب الأولمبي المغربي للتتويج بكأس أفريقيا تحت 23 سنة وتأهيله إلى أولمبياد باريس 2024 قد تكون وراء تفكير إدارة رينجرز في منحه الثقة. ويترقب عشاق الفريق هذا التطور وسط آمال باستعادة السخم مع الشرعي الذي قد يصبح أول مغربي يقود فريق بشكل كامل إن تحققت التوقعات. بعد تقليد احتفالية حكيم يدعو إلياس المالكي للفطور رمضاني بباريس، إصابات عضلية تهدد غياب نايف أجرد عن الملاعب، قرار مفاجئ من ركراكي بشأن مستقبل حكيم زياش مع المنتخب المغربي. إطار مغربي مرشح لقيادة فريق أوروبي باريس. وجه اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي الدعوة إلى المشهور إلياس المالكي من أجل زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر رمضان هذا. وكان نجم الفريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد احتفل طريقة المالكي بعد هدفه الثاني في المرمى أولمبيك ليو مساء الأحد في إطار منافسات الدوري المحلي لا ليغا. وقال حكيمي في تصريح الصحفي عقب المواجهة إن احتفالية الهدف مستوحاة من طريقة احتفال إلياس المالكي خلال مشاركة الفريق المغربي في الدوري الملوك هذا. ولم يدع الملكي فرصة تمر دون أن يتواصل مع حكيمي عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام الأخير الذي دعاه إلى زيارته في العاصمة الفرنسية وتناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان القادم. جدير بالذكر أن إلياس المالكي شخصية معروفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابع أزيد من 2 مليون عبر انستغرام، كما تصل فيديوهات البث المباشر إلى ملايين المشاهدات. في منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني، واضطر أجرد إلى مغادرة أرضية الملعب في الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 32 بعد شعوره بالألم في الفخذ، فتم استبدال بزميله جون مارتين. وحسب تقارير صحفية إسبانية فإن أجرد يعاني من الإصابة العضلية في الفخذ، وهي الإصابة ذاتها التي غيبته في وقت سابق عن الفريق في الدوري الإسباني. من جانب آخر ينتظر أن يخضع المدافع المغربي لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات القادمة لتحديد مدى خطورة الإصابة والمدة المتوقعة لغيابه عن الملاعب. يعد أجرد إحدى الركائز الأساسية في الخط الخلفي للفريق الباسكي، حيث يعتمد عليه المدرب بشكل كبير في المنظومة الدفاعية، الأمر الذي سيربك الفريق خاصة مع اقتراب موعد نصف نهائي كأس الملك إسبانيا أمام ريال مدريد المقررة يوم 26 فبراير الجاري، وأيضا المواجهة القوية أمام برشلونة في الدوري الإسباني وأيضا يوم 2 مارس.